السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما كده في صحة وهنا وفي سعادة يا رب. النهاردة بقى جايلكوا بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. هعمل معاكم الكبدة البلدي زي ما انتم شايفين كده، طالعة شكلها هي تفتح النفس وجميلة واحلى من اللي بتتباع بره، واضمن بكتير من اللي احنا بنشتريها واوفر بكتير. تعالوا بقى نشوف الطريقة الجميلة اللي احنا عاملينها ديت هنعملها ازاي مع بعض. بس بقى متنسونوش بقى في لايك وفي اشتراك وفي كومنت كده حلو. هنا بقى انا لسه كنت جايبه بقى الكبده طازه اهيت من عند الجزار، لسه كانت سخنه. شايفين ما شاء الله، يعني شكلها هي جميله واحلى من اللي هي المستورده بكتير. مفيش احسن من الحاجه البلدي طبعا. زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا مسكتها هو مقطعها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. حسب ما انتوا عايزين بقى، تقطيعه كبيره صغيره زي ما انتوا ما بتحبوا. فانا هي مقطعها هو صغير عشان تبقى كلها مستويه معايا. ممكن بردك تعملوها هي كبدة شرايح زي ما انتوا شايفين. انا كنت بردك عايزة اعملها شرايح، بس قلت بقى انا هعملها المرة دي كده معاكم، والمرة الجاية بعمل لكم كبدة شرايح بالردة. بعملها بالردة بردك جميلة. ممكن تحطوها في الفريزر بس شوية كده صغيرين، وتعرفوا بقى تقطعوها شرايح، هتبقى اسهل بردك لو انتوا مش عارفين تقطعوها كده. بس هي ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها، هي كنت لسه جايباها هي طازة، وقلت بقى هقطعها واوريها لكم. هنا بقى بعد ما قطعتها هي بالشكل دون. وهنا بقى ايه، هبتدي اللي انا اسويها معاكم بقى. ومعايا بردك شوية حلويات كده. هنا معايا بقى فلفل الوان، فلفل احمر واخضر واصفر. ومعايا بردك هنا بصلتين كبار مقطعاهم زي ما انتوا شايفين كده شرايح. وهنا فصين من التوم مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابين تضيفوا عليها توم، مش حابين بردك دي حاجة ترجع لكم انتوا. وممكن تضيفوا لها بردك فلفل يكون حامي زي ما انتوا عايزين. هنا بقى ما كنتش جايبه معاه حته يعني دهن من عند الجزار. فانا قلت هضيف لها ايه، حته سمنه زي ما انتم شايفين كده، سمنه بلدي كده، واسيحها الاول. وبعدين بقى ايه، هنحط عليها معلقه زيت. ما بتحط لها برضك حته دهن من اللي هي جايه من عند الجزار دي، بتبقى تديها نفس حلو قوي. هنا بقى انا هعملها معاكم اهو بالبصل. لو انتم مش عايزينها ببصل، ممكن تقدحوا حته السمنه كده وتروحوا منزلين عليها بالكبده وتحمروها على طول وبتستوي بردك عادي. انا بقى هعملها معاكم بالبصل. ضفت البصل اهوت يا دوبت هيدبل بس شويه كده. وهغسل بقى الكبده يعني، عشان اشطفها شطفه كده بسيطه، واجيبها بردك اضيفها على البصل اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو غسلتها عشان لو فيها اي دم ولا فيها اي حاجه لازم اغسلها يعني. هقلب بقى الكبده مع البصل اهو بقى شويه. هنا بقى ما ضفتش لسه اي توابل ولا ضفت اي حاجه. قبل ما بتيجي تستوي بقى بضيف لها ايه كل حاجه كده فيها، عشان تتشوح وكله يشرب من بعضه كده. هنا بقى كانت الكبده هي اتشوحت شويه مع البصل. هنزل بقى ايه بالفلفل. الفلفل بحطه يعني يعني ما يكونش في الاول، عشان لو نضفته في الاول هتلاقوه اتهرى معاكم كده على طول ومش بيبقى شكله حلو. فانا بضيفه في الاخر كده اهوت عشان يكون متماسك كده شويه. وضفت بردك التوم اهو. انا التوم بردك اختياري، بس بيدي للكبده الصراحه نفس حلو وطعم حلو. هقلب بقى كل المكونات دي كده في بعضيها، وهسيبهم بقى يستووا كده براحتهم على البوتاجاز. عايزه اقول لكم كانت ريحتها وهي بتستوي كانت جميله قوي، كانت قلبه والله ريحه البيت. ما شاء الله كل اللي دق منها قال طعمها جميل قوي. هنا بقى كانت خلاص قربت تستوي هي بقى. هضيف لها بقى الملح دوت، ملح بكمون، الفلفل الاسمر. وهضيف بردك شويه بهارات صغيرين كده عشان مبحبش انا اكتر التوابل في الاكل. وهضيف لها بردك ايه شويه فلفل اسمر بردك صغيرين.
هقلب بقى كله هون في بعضه عشان تبقى كلها واخده معايا التتبيله، وهغطي بقى عليها لحد ما تتشرب بقى. هي بتنزل الميه بتاعه البصل والميه بتاعه الفلفل لحد ما تتشرب الميه دي كلها كده، وبعدين بقى هوريها لكم في الاخر لما تستوي. هنا بقى قربت لكم الكاميرا اهو، شايفين هي من الميه اللي هي منزلاها هي لازم نسيبها لحد ما تشربها كلها كده وتتحمر كده من تحت وتبقى حلو. زي ما انتم شايفينها هي بعد ما استوت، شايفين ما شاء الله بقى شكلها تحفه ازاي، وما خدتش معايا سوا على البوتاجاز. شايفين ما شاء الله جميله هي وطعمها كده تحفه، وجربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. وعملت عملت برضك جنبها كده طبق مكرونه، وكنت عامله سلطه بس انا نسيت الصراحه اوريها لكم. جربوا بقى الطريقه دي هتعجبكم وهتعملوا ان شاء الله احلى كبده، وتضمنوا انتوا عاملين الحاجه في بيتكم ازاي احسن من اللي بتتباع بره دي، ما احناش عارفين مصدرها ايه. يا رب يكون بقى الفيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونوش بقى في اللايك وفي الاشتراك عشان القناه تكبر بيكم. واسيبكم بقى في رعايه الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.